السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. اليوم كلامنا موجه للشباب، الشباب اللي لسه بيبدأوا حياتهم سواء بره ولا جوه. فالنهاردة بقى نديكم طريقة تختصروا بيها كده المسافات مع الناس، عشان تعرفوا مع مين بتتعاملوا في أول 5 دقايق. بعد السنين دي كلها بره اتعاملنا فيها مع مئات الجنسيات مختلفة، تشكيلة وشخصيات كتيرة، من مدير مغرور لعامل بسيط، من نصاب محترف لصديق وفي، كل الأنواع. اكتشفت إن البشر في النهاية زي العملات كده، في منها أصلي وفي منها مزيف. الغربة معلمتنيش لغات بس أو كده، لا، علمتنا لغة كده اسمها لغة العيون والنفوس نقراها. السنين بره ما كانوش مجرد أيام بتعدي وشغل وجري على لقمة العيش بس، لا، السنين بره كانوا عبارة عن جامعة كبيرة قوي بس من غير كتب. جامعة بتعلمك ازاي تقرأ النفوس قبل ما تقرأ الكلام اللي مكتوب على الورق. انا شفت ناس من كل جنس ولون، وتعاملت مع اللي لغته غير لغتي ودينه غير ديني، كله. بس اكتشفت ان البشر في الاخر ليهم شفرة واحدة تتغيرش، اللي بيفهمها بيمتلك مفاتيح الدنيا. فأنا راجع لك كده النهاردة مش عشان أحكي عن الدنيا بره، لا، أنا راجع عشان أقول لك بس إن الإنسان هو في كل مكان، بس الشاطر هو اللي يعرف يفرز الكويس من الوحش. بره أو الغربة بتخليك كده زي الجواهرجي، تمسك الحتة كده في إيدك، من ملمسها ووزنها بتعرف هي ذهب ولا نحاس مطلي. والشباب النهاردة للأسف طالعين في زمن المظاهر، زمن المنظرة كده، فيه اللي هي طاغية على كل حاجة. زمن السوشيال ميديا اللي خلى واحد أو كل واحد يلبس قناع ويقول أنا أحسن واحد، أنا نمبر وان. أنا جاي بصراحة أديك كده مفتاح أو رادار كده اللي قدرت أوصل له بعد شقة، عشان لما تقعد كده قدام حد تعرف تقراه وما يبقاش هو اللي سايقك، تبقى أنت اللي قاري خريطة دماغه ومعدنه من قبل ما يفتح بقه. الكلام اللي هقوله لك ده مش عظة أو وعظ، ده عبارة عن عمارة كده سكنية، سنين أنا ببنيها طوبة طوبة، بعرقنا وتجاربنا وشقانا، والمر قبل الحلو. الدنيا ما بقتش مستحملة إنك تضيع 2 3 من عمرك بس عشان تكتشف إن اللي أنت كنت فاكره صاحبك طلع نصاب، واللي كنت يعني فاكره سند ليك طلع هوا. فخد مني كده الزبدة، وهتعرف ان القوة مش في انك تتكلم كذا لغة وتبقى كده وكورسات والكلام ده، لا، القوة انك تعرف تقرأ لغة العيون اللي هي ما بتعرفش تكذب. مهما كان اللي قدامك ممثل شاطر مش هيقدر يكمل تمثيل. انا هفتح لك كده النهاردة كتالوج صغير، يعني بره كده انا الغربة دي سقيتهولي كده بالمعلقة عشان تقدر تعيش في بلدك كده او بره معاك كده بقلب جامد وقوي، ما تخافش من اي حد بيخدع. السنين اللي عدوا خلوني اعرف ان الاصيل ملوش بديل، وان الخسيس بيفضل خسيس مهما لبس اي براند، وان ابن الاصول بيبان من اول نظرة لو انت عندك البصيرة الصح. تعال بقى نفتح كده مع بعض ونتكلم كده بقلب مفتوح، ونعرف كده ونتكلم، واقول لك بقى مين اللي يستاهل ومين اللي ما يستاهلش.
المتوقع والبديهي عند أي شاب لسه بيبدأ حياته، أو حتى عند أي حد قلبه أبيض كده لسه بسيط لسه على الفطرة وشايف الدنيا لسه وردي، إنه ياخد الناس بالظاهر. إحنا بنبقى متوقعين اللي داخل علينا بابتسامة عريضة وكلام زي السكر ده أكيد ملاك بجناحين، وبيهمه مصلحتنا أكتر من نفسه. وبنتوقع ان الشخص اللي صوته عالي وبيهدد بعلاقاته وانه واصل وكده ومعاه مفاتيح الدنيا هو ده الظهر اللي هينجدنا كده وقت الزنقة. الشباب النهاردة للأسف سطحيين، بيغرهم جدا المنظر، البدلة الشيك، الساعة اللي بتلمع، رنة الموبايل اللي هي ما بتبطلش، وبيفتكروا ان الحاجات دي كلها هي دي علامات النجاح والثقة. بنتوقع ان اللي بيوافقنا على كل كلمة بنقولها يعني وبيطبل لآرائنا هو ده الصدوق يعني الصديق الصدوق زي ما بيقولوا، وهو ده اللي روحه في روحنا. وبننسى ان المنافق اول واحد بيسقف لك واول واحد بيغرز السكينة في ظهرك. بنبقى متوقعين ان العمر، السن والمركز كده والبوزيشن هو اللي بيدي الاحترام، وبننسى ان في ناس كبار في السن بس عقولهم صغيرة قوي ونيتهم سودة. بنتوقع ان اللي بيحكي لينا اسرار الناس كده ده بيثق فينا، ما بنفكرش ابدا، ما بنفكرش لحظة ان هو زي يعني مقطع في فروة غيرنا بكرة هيقطع في فروتنا ويكشف اسرارنا كلها. للأسف احنا بنعيش في سينما كده من تأليفنا، يعني بنألف كده مشهد ونعيش فيه، بنرسم للشخص اللي قدامنا صورة مثالية زيادة عن اللزوم عشان احنا عايزين نشوفه كده، مش عشان هو كده فعلا. بنتوقع ان الوعود اللي بتتقال في لحظة صفا هي دي العهد اللي مش هيتكسر ابدا، محدش هيرجع فيها. وبننصدم بعد كده لما نلاقي الوعود دي اتبخرت عند اول قرش او اول دولار او اول مصلحة تتعارض مع مصلحتنا. بنفتكر ان اللي لغته لبقة كده وبيعرف يرص الكلام مظبوط ده اكيد مثقف وابن ناس، وبنغفل ان في ناس حرامية لسان بيسرقوا العقول بالبيان والسحر. احنا بنغلط لما بنحكم على ودنا مش بعقلنا، وبنسلم مفاتيح بيتنا وقلبنا لأي حد يرسم دور الغلبان أو دور البطل في حياتنا. يعني دي التوقعات اللي دايما بتخلينا نتصدم في الآخر وبنقول يا ريت اللي جرى مكان، ونقعد نعيط على السنين اللي ضاعت كده مع ناس طلعوا هوا، طلعوا فشوش، كان آخرهم المفروض كان يتقال لهم أهلا وسهلا ومن عند باب البيت كده ومع السلامة. كل ده كنا متوقعين، لكن الواقع كان غير كده. الواقع وبناء كده على شقانة كده الفترة اللي فاتت السنين دي كلها، ان المعدن بيبان في الهفوات مش في الاستعراض. الشخص اللي بيمثل بيبقى عامل زي اللي ماشي كده على حبل، مهما كان شاطر لازم هيتهز في لحظة ويقع، والشاطر هو اللي يلمح الهزة دي، انت لازم تلمحها. الواقع بيقول ان الشخص التقيل بجد ما بيحاولش يثبت لك كده انه تقيل، بالعكس هو بيبقى هادي ورزين وكلامه على قد فعله، ما بيتكلمش كتير ابدا. الواقع ان الابتسامة اللي ما بتوصليش بالعين هي ابتسامة صفرة وغرضها السيطرة مش المحبة. لما تقعد مع حد كده بص على ايده على عينه على يعني لازم تراقب الحاجات دي، تبص على ايده، تبص على عينه، تبص على قعدة رجله. الشخص اللي هو بيقعد بيألف قصص كده وبطولات وهمية بيبقى جسمه متوتر، يقعد يحرك ايده شوية ويقعد عينه كده رايحة يمين وشمال ويقعد يحركها، يعني بيبقى متوتر مهما حاول ان هو يبان هادي. ده الواقع. الواقع ان ابن الاصول
بيبان في تعامله مع الناس اللي أقل منه في السلطة. لو لقيته بيكلم الجرسون أو السواق بقلة قيمة، اعرف إن ده قلبه فاضي كده، ومنظره ده مجرد قشرة هتتكسر عند أول اختبار حقيقي. الواقع إن اللي بيقطعك في الكلام دايما وعاوز يفرض رأيه بالعافية ده شخص مهزوز بيدور على تأكيد لذاته، مش شخص واثق من نفسه. الواقع إن الرزانة هي العنوان الحقيقي للقوة. الشخص اللي بيسمع أكتر ما بيتكلم، اللي بيفكر قبل ما ينطق، ده اللي تخاف منه وتعمل له ألف حساب. الواقع إن الفلوس ما بتعملش بني آدم، الفلوس بس بتلمع الحقيقة كده اللي موجودة فعلا مش أكتر. لو الشخص ندل، الفلوس هتخليه ندل محترف، ولو كريم الفلوس دي هتزيده كرم. الغربة علمتنا إن الخوف هو اللي بيكشف الناس. شوف الشخص ده في لحظة خوف أو لحظة خسارة، لو فضل محتفظ بأصوله يبقى ده راجل يعتمد عليه. لو قلب وبقى واحد تاني يبقى أهرب بجلدك كده وانفد وابعد عنه. الواقع إن الناس أنماط، والشاطر هو اللي يعرف يقرأ النمط من أول 5 دقايق. عن طريق إيه بقى؟ مراقبة التناقضات اللي بتحصل بين كلامه، بين تصرفاته البسيطة اللي ما بياخدش باله منها. الحقيقة ما بتستخباش كتير، والزمن كفيل يوقع كل الأقنعة يكشفها. بس أنت ليه تستنى الزمن يعلم عليك؟ اتعلم أنت تقرأ الواقع بعين الصقر، وتوفر على نفسك سنين من الوجع والندم. نصيحتي ليك وعن تجربة واحد يعني شاف الويل، انك تخلي قلبك هو البوصلة بس عقلك هو اللي سايق. اول حاجة يعني سد القبضة اللي بتحس بيها في اول لقاء. لما انت تيجي تسلم على واحد كده قبضة ايده لازم تشوفها كده، لازم يعني صادقة ولا يعني دي اهم حاجة في اول لقاء. لو روحك كده نفرت من حد كده رغم شياكته وكلامه كده من اول سلام، ابعد فورا، لان الروح ليها رادار كده بيكشف الذبذبات الوحشة قبل ما العقل يحللها. تاني حاجة خليك بتراقب مش مشارك، خليك مراقب مش مشارك. في اول 5 دقايق ارمي سؤال كده واسمع، وسيب اللي قدامك يغلط وسيبهم كلهم يخبطوا في بعض. كتر الرغي الأقنعة بتقع حواليك وبتكتشف لك النوايا. خليهم، ارمي سؤال وما تردش، سيبهم كل واحد هتلاقي قناعه وقع لوحده. تالت حاجة جرب تختلف معاه في حاجة تافهة وشوف ردة فعله ايه. لو وشه اتخطف ويعني وبقى فيه سخرية منك كده او اتعصب عليك، اعرف انه شخص ديكتاتور، ما ينفعش ابدا ابدا يبقى زمالة او صحوبية. لكن لو احترم رأيك بجد يبقى ده شخص سوي نفسيا. رابع حاجة اوعى تفتح دفاتر حياتك وتحكي اسرارك لاي حد مهما كان، لمجرد حتى انه طبطب عليك او سمعك كلمتين حنينين او كده. ابدا، الاسرار دي بتبقى سلاح في يوم من الايام انت بتديه لعدوك، بكره من غير ما تحس هيظبطك. خامس حاجة راقب ثباته الانفعالي. هل هو شخص هادي ولا بيتوتر كده من اقل حاجة؟ التوتر بيكشف لك كده ان في حاجة غلط مستخبية ورا الستارة كده، فخد بالك دايما تراقب توتر، وايديه بيحركها وعينيه رايحة يمين وشمال، يعني اكيد في حاجة مخبيها. سادس حاجة اسأل نفسك كده دايما، هو الشخص ده عايز مني ايه؟ لو لقيت الاهتمام مبالغ فيه قوي ومن غير سبب واضح، دايما اسأل نفسك السؤال ده، هو الشخص ده عايز مني ايه؟ اعرف في النهاية ان في مصلحة جاية في الطريق، وغالبا هتكون على حسابك انت وانت اللي هتدفع ثمنها.
سابع حاجة، بص في عينيه. العين هي مراية الروح. الشخص الصادق عينه لمعة وثابتة. الشخص النصاب عينه بترمش كتير قوي، او بتهرب كده لجهة تانية يمين شمال. نصيحتي ليك، خليك تقيل، وما تديش الامان الكامل لاي حد الا لما تعاشره. حتى لو عاشرته برضه خليك حريص. وما تديش الامان لاي حد الا لما تعاشره في فلوس وفي سفر وفي غربة. غير كده كله كلام مجالس كده، ملوش، كله كلام قعدات ملوش اي تمن. الغربة علمتنا ان الوقت غالي قوي، ما تضيعوش مع ناس مزيفة. اتعلم تفرز، اتعلم تقول لا، اتعلم تحط حدود كده لكل حد، وتعرف كل واحد حجمه الحقيقي. عيش بهيبة الخبرة، وخلي كده اللي يشوفك يعرف انك قاري اللي جواه وفهمه من قبل ما يفتح بقه. ساعتها هتعيش ملك في اي مكان تروحه في الدنيا. اول 5 دقايق دول بيعرفوك البني ادم ده كله اللي قدامك، ودول اهم 5 دقايق. تحياتي لكم، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.